ازيكم عاملين ايه؟ يلا بينا مع بعض نعمل وصفه بجد خطيره. جبت الصينيه بتاعتي، حطيت فيها البصل والطماطم والفلفل الالوان، وهسيب باقي الخضار على جنب. هجيب بقى معايا شويه من البهارات كده، احط شويه بهارات من السبع بهارات او بهارات اللحمه المتوفر عندك. هبدا احط كده عليهم رشتين كده من البهارات، وهبدا كمان احط عليهم حوالي معلقه ممسوحه صغيره من الكزبره. احط كمان بابريكا، واحط كمان فلفل اسمر. بعد كده هحط كمان رشة من القرفة. رشة القرفة دي اختياري خالص، بس بتدي طعم مش قادرة اوصفلكوا، وريحة حاجة كده يعني بتفرق كده في الطعم. دي اختياري براحتك خالص. وهحط كمان رشة من الملح، وهحط حوالي معلقتين كبار من الزيت. وهبدأ بقى كده اقلب كده بايديا، وهعصر بايديا الخضار وانا بقلبه. ده كان شكل الخضار بتاعي. هبدأ بقى اجيب اللحمة بتاعتي وهحطها عشان كمان تتبل من خليط البصل والفلفل والطماطم وكده. هبدأ بقى كده اغلف اللحمة بتاعتي بالبهارات والتتبيلة بتاعتي. بعد كده هكون بقى مجهزة باقي الخضار بتاعي. هبدأ اجيبه، اللي هو عبارة عن كوسة وبطاطا وجزر وقرنين كده من الفلفل الحامي. وهبدأ بقى اقلب كده كله مع بعضه، وهحط عليهم حوالي نص كوباية من المية. وهكون مشغله الفرن على درجه حراره 220. هتدخل الفرن متسخن. قبل ما هدخلها هغطيها كمان بورق من الزبده، مكرمشه الورقه في ايديا وبلتها تحت الحنفيه عشان ما تتحرقش في الفرن. وهغطيها كمان بالورق الفويل. وهتدخل الفرن، هتقعد حوالي من ساعه ونص لساعتين الا ربع، طبعا على حسب قطعيه اللحمه بتاعتك. وده كان شكل الصينيه بتاعتي بعد ما طلعت. مش قادره اوصف لكم بقى ريحه وشكل وطعم، حاجه كده خيال. لما هتجربوها هتحبوها جدا، وطعمها فظيع. زي ما انتوا شايفين اللحمه دايبه دوب، والخضار كمان مستوي كويس جدا جدا، واللحمه مستويه بطريقه رهيبه بجد. كمان تقدري تستخدمي اي خضار متوفر عندك في التلاجة، مش شرط طبعا بطاطا ولا شرط كوسه، اللي متوفر عندك تقدري تستخدميه، بس الطعم رهيب. جربوها واستنى رايكم. الف هنا.